دائما ما الحدث والحديث اليوم نخصصه لمن هو الأفضل والأحسن حارس مرمى للمنتخب الوطني المغربي على مر الزمن. هذا النهار يصبح زكي بدون منازع اول حارس هذا المونديال بدون منازع زكي. خطا ديال انيس، ممتاز زكي، عظيم زكي عظيم طريقه باش خبط الكره. كورتك يا بونو، كورتك يا بونو، كورتك يا بونو، كورتك يا بونو، يا بونو، يا بونو. بوسكيتس يتقدم بوسكيتس وديفونس بونو. هو اللي راح يسدد، هو اللي راح يسدد. بابلو سرابيا، ياسين 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 ياسين. ضاعت كرة بابلو سرابيا. الله يا ياسين، سنهر الله الله الله. لوكا مانشيني من امام ياسين بونو، مانشيني وبونو مانشيني كررها بهذه اللقطات الجميلة للحراس الثلاثة. بدو الزكي شارك في ملحمة 86 وشارك في كأس إفريقيا 5 مرات. بدو الزكي فاز بالكرة الذهبية سنة 86. بدو الزكي حرص للمنتخب الوطني ابتداء من 1980 إلى سنة 92، 12 سنة. هذا بدو الزكي. أما عن ياسين بونو ومنير الحمدي أيضا شارك في مونديالين روسيا 2018 وقطر 22، وشارك أيضا في خمس كؤوس إفريقيا، وسيطر على عمين المنتخب الوطني طيلة 15 سنة. فيبقى لكم الحكم من هو الأفضل، هل بدو الزكي أم ياسين بونو أم منير الحمدي القجوي؟ الجواب في التعليقات. نهاية الحلقة، إلى اللقاء.